السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. رمضان مبارك للجميع. الله يتقبل منكم الصيام والقيام، ورمضانكم مبارك كريم. كنرحب بالناس اللي التحقوا معنا في هذا الفيديو هذا. اليوم إن شاء الله غادي نتحدثوا على تفاصيل الجولة الخامسة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية. غادي نتحدثوا على جميع المباريات اللي جراو في هذه الجولة، هذه المباريات اللي كانوا أكثر إثارة. على العموم جميع المباريات غادي نهضروا عليهم إن شاء الله في هذا الفيديو. كنتمنى أنكم تتابعوا معنا الفيديو حتى الآخر، وتكتبوا لنا في التعليقات الآراء ديالكم على كل اللقطة وكل كل حاجة غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو. كنتمنى في التعليقات تعطونا الآراء ديالكم وتناقشوا معنا هاد المباريات هذه. ان شاء الله غادي نبداو بالمباراة اللي كانت اخر مباراة اللي تختمت بها الجولة الخامسة عشرة، اللي جرات بين الوداد الرياضي والاتحاد التركي. المباراة اللي كانت أكثر إثارة وتسجلوا فيها العديد من الأهداف، 7 أهداف بالتمام والكمال تسجلوا في هذه المباراة هذه. نبداو على بركة الله في هذه المباراة هذه. الاتحاد التركي كان سباق للتسجيل، وكما كنقولوا زرب على الوداد بجوج ديال الاهداف في اقل من دقيقتين. في الدقيقه الرابعه عشره سجل لاعب الخراز الهدف ديالو، او محمد امين الساهل هو اللي سجل الهدف، اما محمد الخراز فهو اللي عطى الاسيست ديال الهدف، اللي كان هدف رائع صراحه في الدقيقه الرابعه عشره. بعد دقيقتين تقريبا اللاعب الدحماني كيعطي الاسيست ديال الهدف التالي اللي كيسجلو ناصر مستغفر. صراحة الاتحاد التركي بعد ما سجل هاد جوج ديال الاهداف فباغت فريق الوداد الرياضي وباغت الحسابات ديالو في ادراك التعادل. الشيء اللي خلى المدرب محمد امين بن هاشم يجري جوج ديال التغييرات في وقت مبكر، تقريبا في الدقيقة الثامنة والعشرون أو السادسة والعشرون. جرى جوج ديال التغييرات، خرج ناعم ضيار ودخل الهنوري، ثم خرج بوشوري ودخل المصدق. السبب اللي خلاه ان هاد المدرب محمد امين بن هاشم يجري التغييرات، وهو ان فريق الوداد الرياضي كان لعب بدفاع متقدم، الشيء اللي خلى مساحات كبيره مورا المدافعين. فلاعبين ديال الاتحاد توارقه استغلوا هاد المساحه ولعبوا كرات طويله وسريعه واخترقوا دفاع فريق الوداد الرياضي. هاد جوج ديال الاخطاء التكتيكيه خلات ان فريق الوداد يستقبل جوج ديال الاهداف اللي تسجلوا عليه في البدايه ديال المباراه. المدرب فاش دار هاد التغيير هادو كان من المفروض انه باش يقوي الوسط ديال الميدان ديال فريق الوداد الرياضي، وكذلك يوقف المرتدات ديال اتحاد توارقه ويرجع السيطرة لفريق الوداد باش يعود في المباراة. فريق الوداد الرياضي بعد ما دار هاد التغييرات هادو فسجل الهدف ديال تقليص الفريق اللي سجلو اللاعب البوليفي. صراحة مشى لي الاسم ديالو، ولكن بعد العودة ديال الفار تأكد أن الهنوري كان في وضعية ديال التسلل، وكان على بعد سنتيمترات قليلة من المدافع، الشيء اللي خلى أن الحكم يرفض هاد الهدف ديالو بعد ما تم الاستدعاء ديالو من طرف غرفة الفار، وبالتالي كتبقى النتيجة جوج ديال الأهداف الزيرو. في الدقيقة الثالثة والأربعون وسام بن يدر كيسجل الهدف ديال تقليص الفارق، الهدف اللي جاء عن طريق خطأ من الدفاع بعد استرجاع ديال الكرة، كان أمام المرمى واستطاع أنه يسجل الهدف. هذا الهدف هذا اللي انتهى به
الهدف هذا انتهى به الشوط الأول. في الشوط الثاني في الدقيقة 54 اللاعب فؤاد الزهواني كيسجل الهدف الثالث، وبالتالي كيعمق الجراح ديال فريق الوداد الرياضي. كتصبح النتيجة 3-1، وبالتالي صعبت الأمور على فريق الوداد في إدراك نتيجة التعادل. وليد الصبار كيدخل في الدقيقة 56 وكيقدم مباريات رائعة كيف العادة مع النادي ديال الوداد الرياضي. كرة كتجي في وسط الميدان وكيصيفط واحد الكرة اللي عابرة للقارات بهذا المعنى، وكيسجل واحد من أجمل الأهداف هذه المباراة هذه. وللإشارة فوليد الصبار ماشي أول مرة كيسجل بهذا الأهداف، تقريبا هذا هو ثالث هدف كيسجلو بهذه الطريقة. هذا معروف عليه كيسجل من وسط الميدان وكيطلق كرات صاروخية اللي ما كيخلي الحارس حتى شي فرصة في أنه يشد الكرة. إذا النتيجة كتصبح الآن 3 ديال الأهداف الجوج في هذا الهدف. هذا الهدف الثاني تسجل في الدقيقة 78. المتغير ديال المباراة كيجي في الدقيقة 83 بعد ما كيتحصل وليد ناصي على ورقة صفراء ثانية بعد ما كانت حصل على ورقة الصفراء الأولى في الشوط الأول في الضبط في الدقيقة 28. في الدقيقة 83 كيتحصل على البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي كيتطرد من المباراة، وكيكمل فريق الوداد الرياضي اللعب ب10 لاعبين. انا حسب وجهة النظر ديالي فان هذيك اللقطة اللي كانت مع اللاعب ديال الاتحاد التركي فما فيها والو، ما كانش كتستحق البطاقة الصفراء الثانية، لكن الحكم كان قاسي وخرج لي البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي كيطرد وكيكمل فريق الوداد الرياضي المباراة ب10 لاعبين فقط. يعني دقيقة 83 وفريق الوداد الرياضي ب3-2، فصعيب عليه يعود في النتيجة. لكن بعدما أعلن الحكم عن الوقت الإضافي وبالضبط في الدقيقة 92 وبالضبط في الدقيقة 94 اللاعب الهنوري يسجل هدف التعادل عن طريق رأسية رائعة بالضبط في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي. كتصبح النتيجة 3 ديال الأهداف 3. ثم كتجي فرصة لفريق الاتحاد التركي كان يحسم بها المباراة تقريبا في الدقيقة 95 عن طريق اللاعب أمين الزراع، لكن كيضيعها لبعد سنتيمترات قليلة من المرمى، وكتبقى النتيجة 3-3. مرتد هجومي آخر في الدقيقة 6 بعد الوقت الإضافي، اللاعب مصدق كيسجل الهدف اللي طار عليه العديد من الأسئلة وكل شيء كان كيقول تسلل، لكن حسب الرأي ديالي أن الكرة قبل ما توصل للمصدق فالمدافع هو اللي يوصلها اللاعب المصدق وكيسجل الهدف الرابع هدف الفوز. يعني حسب وجهة النظر ديالي وحسب رأيي أن هذا الهدف هذا ما فيش التسلل. لو كان الكرة مشات ديريكت اللاعب وما مستاش المدافع كان غادي يكون التسلل، ولكن المدافع ضرب الكرة وهو اللي يوصلها اللاعب المصدق، بالتالي كيسجل الهدف الرابع هدف الفوز وكيهدي به النقاط الثلاث لفريق الوداد الرياضي، وكيصبح في المركز الثاني ب29 نقطة على بعد نقطة واحدة على فريق الرجاء الرياضي اللي كيحتل المركز الأول ب30 نقطة. إذا بهذه النتيجة فالوداد الرياضي مازال عنده 3 ديال المباريات مؤجلة اللي غادي يلعبها بعد ما غادي يجري المباراة اللي غتجمعوا امام اولمبيك اسفي في الكونفدرالية الافريقية اللي غادا تلعب
على بعد تقريبا 5 أو 6 أيام من اليوم، تقريبا يوم 15 من هذا الشهر، شهر مارس 2026. ففريق الوداد الرياضي عنده مباراة في الذهاب، غادي يتجمعوا أمام أولمبيك أسفي. المباراة غتجرى بالملعب أو بملعب المسيرة بأسفي في إطار ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. بعدها بأسبوع تقريبا غادي يستقبل داخل مركب محمد الخامس فريق أولمبيك أسفي لإشارة في هذه المباراة. غادي تلعب في على الساعة 10 مساء في الذهاب ديالها بأسفي، وفي الإياب غادي تلعب تقريبا في الساعة 7 أو 8، لأن هذه المباراة إن شاء الله غادي تكون بعد ما غادي يخرج رمضان، وديك الساعة غادي الوقت القانوني للمغرب يمكن يزيدوا ساعة، يمكن تبقى ساعة. فهاد المباراة يمكن غادي تلعب مع 8 حسب التوقيت المغربي. إذا ننتقل الآن لباقي المباريات التي لعبت برسم الجولة 15 من الدوري المغربي. كذلك بالأمس في نفس توقيت مباراة الوداد والاتحاد التركي لعبت كذلك مباراة نهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي. المباراة اللي انتهت بجوج ديال الأهداف، الهدف واحد. النهضة البركانية كان هو الفائز في هذه المباراة كما سبق وأشرت بهدفان لصفر. أول الأهداف كان عن طريق اللاعب يونس الكعبي في الدقيقة الثانية أو عفوا في الدقيقة الثانية والخمسون عن طريق يونس الكعبي، يعني في الشوط الثاني. في الشوط الأول المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله. في الدقيقة الثانية والثمانون داكوستا يسجل هدف التعادل. الكل كان يعتقد أن هذه المباراة ستنتهي بتعادل إيجابي هدف لمثله، لكن الشويعر يسجل هدف الفوز في الدقيقة 86 ليهدي الفوز للنهضة البركانية هذه المباراة التي جرت بالأمس، وبالتالي فنهضة بركان كيرفع الرصيد ديالو إلى 24. ذلك بالأمس لعبت مباراة الجيش الملكي ونهضة الزمامرة، المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله بين نهضة الزمامرة والجيش الملكي. بالتالي رصيد الجيش الملكي يتجمد في 6 أو أصبح لديه 26 نقطة بعدما كانت لديه 25 نقطة في المركز الرابع. إذا ما الذي وقع في هذه المباراة؟ حصول لاعب الجيش الملكي على ورقة حمراء. اللاعب الشماخ هو الذي تحصل على هذه الورقة الحمراء بالضبط في الدقيقة 60 ليكمل فريق الجيش الملكي المباراة ب10 لاعبين فقط. كذلك بالأمس عرفت مباراة رائعة من طرف واحد التي جمعت بين أولمبيك أسفي والرجاء الرياضي. صراحة علامات استفهام كثيرة تطرح حول أداء أولمبيك أسفي الذي يقدم مباريات كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية بعدما تأهل إلى الربع في مجموعة كانت يعني مجموعة مثيرة. تأهل رفقة اتحاد الجزائر إلى ربع النهائي، تحصل على 14 نقطة في الكونفدرالية بعدما فاز في 3 مباريات
تعادل في مباراة واحدة وانهزم في مباراة أخرى. وبالتالي في البطولة الوطنية الأولمبيك أسفي لم يقدم الكثير حتى الآن، وهو صاحب المركز الأخير في هذه البطولة حتى الآن. كما سبق وأشرت، علامات كثيرة تطرح على أولمبيك أسفي حتى الآن. لم يقدم الشيء الكثير في البطولة. المباراة التي جمعت بين أولمبيك أسفي والرجاء الرياضي فاز فيها الرجاء الرياضي بهدفان لصفر. الهدف الأول جاء في الدقائق الأولى، بالضبط في الدقيقة 11 بعدما سجل خفيفي هدف رائع عن طريق رأسية رائعة. متغير المباراة كان في الدقيقة 26 عندما كان أولمبيك أسفي يريد إدراك التعادل. كان التدخل خشن كلفه الورقة الحمراء بعدما كان الحكم أعطاه ورقة صفراء، لكن بعد المناداة عليه من طرف الفار ذهب ورأى اللقطة وأدرك أن اللاعب يستحق البطاقة الحمراء، وبالفعل يعطيه البطاقة الحمراء ليكمل أولمبيك أسفي هذه المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 26. أولمبيك أسفي في هذه المباراة لم يقدم المطلوب منه، وبقيت المباراة على هذه الحالة حتى الدقيقة 77. محمد بولكسوت يسجل الهدف الثاني ويهدي النقاط الثلاث للرجاء الرياضي الذي يبقى متصدرا للبطولة حتى الآن في انتظار إجراء باقي المؤجلات لفريق الرجاء الرياضي للوداد الرياضي وباقي الفرق التي لم تلعب كل المباريات كاملة. كذلك بالأمس جرت مباراة المغرب الفاسي وأولمبيك تشيرا، المباراة التي أعطت الفوز للمغرب الفاسي بهدفان لصفر، يعزز به النقاط ويصبح في المركز الثالث أو المركز الثالث ب27 نقطة. إذن بالنسبة لهذه المباراة فكان بن جديدة هو صاحب الهدف الأول في الدقيقة 9. اللاعب بن جديدة الذي يقدم مباريات كبيرة هذه الموسم مع ناديه المغرب الفاسي. رأينا عدة أهداف سجلهم بن جديدة، الأهداف كلها جميلة. كذلك هذا الهدف الذي سجله أمام أولمبيك تشيرا كان من بين الأجمل الأهداف التي سجلها سفيان بن جديدة. ثم الهدف الثاني جاء عن طريق اللاعب العلوج الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 73 لتنتهي هذه المباراة بهذه النتيجة هدفان لصفر. بالتالي يرفع رصيده المغرب الفاسي إلى 27 نقطة على بعد 3 نقاط من المتصدر. فريق الرجاء الرياضي كذلك المغرب الفاسي لديه مباراتين مؤجلتين سيلعبهما المغرب الفاسي في الأيام القادمة. حسنية أكادير واجه الكوكب المراكشي الذي يقدم مباريات حسنة هذا الموسم، واستطاع كذلك الفوز على حسنية أكادير بهدفان لهدف واحد. أول الأهداف كان عن طريق اللاعب البحراوي الذي سجل الهدف الأول في الشوط الأول بالضبط في الدقيقة 26. ثم ينتهي الشوط الأول بهدف لصفر، انتصار الكوكب المراكشي. في الشوط الثاني
اللاعب الجنتي يسجل الهدف الثاني للكوكب المراكشي. ثم في الدقيقة 96 في الوقت البدل الضائع، اللاعب إيلو يسجل هدف تقليص الفارق لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، هدفان لهدف واحد. وبالتالي يصبح الكوكب المراكشي في المركز التاسع ب15 نقطة، رفقة كل من الكوكب أو رفقة كل من الفتح الرياضي الرباطي وحسنية أكادير الذي تجمد رصيده في هذا المركز بعد هذه الهزيمة. أما بالنسبة لمباراة الفتح الرياضي الرباطي واتحاد يعقوب المنصور، فهذه المباراة أيضا وفت بكل الوعود، وسجلت في هذه المباراة 4 أهداف فاز فيها الفتح الرياضي الرباطي ب3 أهداف لهدف واحد. أولى الأهداف كانت عن طريق اللاعب مولوع في الدقيقة 28، ثم اللاعب أحناش يسجل هدف التعادل لاتحاد يعقوب المنصور. بعدها بدقيقة تقريبا اللاعب مولوع، نفس اللاعب الذي سجل الهدف الأول، يعود ويسجل الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، هدفان لهدف واحد. قبل نهاية المباراة تقريبا بأربعة أو في الدقيقة 94 بالضبط، اللاعب سوان يسجل هدف تعزيز الفوز في هذه المباراة، وتنتهي المباراة ب3 أهداف لهدف واحد. المباراة التي تألق فيها اللاعب أيوب مولوع بتسجيله لهدفين، وتحصل على تنقيط 8.8 حسب المؤشر ديال موقع سوفا سكور. إذن الفتح الرياضي الرباطي بهذه النتيجة يصبح في المركز العاشر ب15 نقطة، رفقة كل من الكوكب المراكشي وحسنية أكادير. وكذلك مباراة النادي المكناسي واتحاد طنجة، المباراة التي خطف فيها النادي الرياضي المكناسي الفوز والحصول على النقاط ال3. الهدف الذي سجله لاربيع في الدقيقة 58 من الشوط الثاني. بهذه النتيجة يصبح في رصيد النادي المكناسي هذا بهذه النتيجة يصبح في رصيد النادي المكناسي 26 نقطة في المركز الخامس، رفقة كل من الجيش الملكية. إذن بالنسبة للجولة السادسة عشرة، فسوف أذكر لكم هذه المباريات التي ستلعب. حتى الآن لم يتم تحديد الموعد والتوقيت لهذه المباريات، بحكم أن 4 فرق مغربية ستكون لها مباريات قارية. فريق الوداد الرياضي وأولمبيك سافي الجيش الملكي ونهضة بركان لديهم مباريات إفريقية. بعد انتهاء هذه المباريات في ربع النهائي، عندئذ سوف يتم الإعلان عن التوقيت والموعد لهذه المباريات. فنهضة بركان سيواجه اتحاد أو أولمبيك تشيرا. فريق النهضة البركانية سيكون هو المستقبل هذه المباراة التي ستجرى بالملعب البلدي ببركان. حسنية أكادير سوف يستقبل اتحاد طنجة المباراة التي ستجرى بملعب أدرار. أما أولمبيك أسفيه فسوف يسافر ليواجه اتحاد
توارقة هذه المباراة التي ستجرى بملعب اتحاد توارقة. أما الدفاع الحسني الجديدي فسيسافر والآخر أيضا إلى مكناس لمواجهة النادي المكناسي. الرجاء الرياضي سيستقبل الفتح الرياضي الرباطي. والمغرب الفاسي سوف يسافر إلى الزمامرة لمواجهة نهضة الزمامرة. الكوكب المراكشي سيستقبل فريق الوداد الرياضي بملعب مراكش. وآخر مباراة ستجمع بين اتحاد يعقوب المنصور والجيش الملكي. إذن أصدقائي، كان هذا هو كل تفاصيل مباريات الجولة 15 وما وقع فيها ونتائجها وكل التفاصيل والمعطيات بخصوص هذه الجولة. نلتقي إن شاء الله قبل أن نغلق هذا الفيديو لا بأس وأن نذكر بنتائج هذه أو ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية كاملة، نذكرها كلها وبعد ذلك نقوم بإنهاء هذا الفيديو. إذن فريق الرجاء الرياضي في المركز الأول ب30 نقطة. فريق الرجاء الرياضي لاعب كل المباريات 15 مباراة لعبها كلها، وبالتالي لديه من النقاط 30 نقطة. فريق الوداد الرياضي في المركز الثاني ب29 نقطة. فريق الوداد الرياضي لديه 3 مباريات مؤجلة. المغرب الفاسي في المركز الثالث ب27 نقطة ولديه مباراتان مؤجلتين. النادي المكناسي في المركز الخامس ب26 نقطة لعب كل المباريات. نهضة بركان في المركز السادس لديه 3 مباريات مؤجلة لديهم النقاط 24. الدفاع الحسني الجديدي في المركز السابع ب20 نقطة ولديه مباراة مؤجلة فقط. أولمبيك تشيرا في المركز الثامن ب16 نقطة، هو الآخر لديه مباراة مؤجلة واحدة. كذلك الأمر بالنسبة للفتح الرياضي الرباطي، لديه مباراة مؤجلة وهو الآخر يتحصل على 15 نقطة. حسنية أكادير كذلك لديه 15 نقطة ولعب كل المباريات. كذلك الأمر بالنسبة لاتحاد طنجة، لعب كل المباريات ولديه من النقاط 13 نقطة في المركز الثاني عشر. أما في المركز الثالث عشر نهضة الزمامرة لديه مباراة واحدة ناقصة ولديه من النقاط 13 نقطة. الاتحاد الرياضي التركي في المركز الرابع عشر، لعب كل المباريات ولديه 9 نقاط فقط. اتحاد يعقوب المنصور في المركز الرابع عشر ولديه 7 نقاط رفقة كل من أولمبيكا سافي اللذان يحتلان المركز الأخير، لكن أولمبيكا سافي لديه 3 مباريات مؤجلة لم يلعبها لحد الآن. نتمنى له التوفيق رفقة الوداد الرياضي في كأس الكونفدرالية. وكذلك الأمر بالنسبة للجيش الملكي الذي سوف يلاقي بيراميدز المصري تقريبا في الأسبوع القادم. ستلعب هذه المباراة ثم سيواجه نهضة بركان، سيواجه الهلال السوداني في كأس أبطال إفريقيا في ربع النهائي. هذه المباراة ستكون الأسبوع القادم. نتمنى حظ موفق لكل الفرق المغربية. إذا هذا الفيديو يكون قد وشك على الانتهاء. أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تشتركوا في قناتنا هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.